لعشاق الايس كريم، الحر جه وعايزين حاجات ترطب علينا كده وفي نفس الوقت تكون مفيدة وطبيعية وحلوة جدا للأطفال، بعيدا عن الألوان الصناعية والكلام ده. فهنبدأ الوصفة على طول. معانا كيلو من الفراولة المتفرزة، عليها كوباية من الكريم شانتيه البودر الخام، عليها كوباية، نص كوباية من السكر البودرة، ونص كوباية من الحليب. ممكن تستغنى عن الحليب وتحط مية متلجة براحتك خالص لو عايزين الوصفة تكون موفرة اكتر. هنضرب كل ده في الخلاط بتاعنا، مش في اي حاجة تانية. هيبقى معانا كده. فحاولي لو تقيل معاكي مش عايز يمشي في الخلاط، حطي شوية مية متلجة يمشوه عادي. هيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والقوام بتاعه تحفة كده. هناخده نحطه في الفريزر، قعد معايا انا 4 ساعات، ما طولش يعني. هيطلع معانا كده طعمه تحفة، ريحته خطيرة، قوامه يجنن، حلو ومفيد وصحي جدا للأطفال. أحلى كتير من اللي بيتباع برا، مضمون كده وحلو. انا بقى ما شاء الله عليا جبت شوية صوص فراولة، قلب معايا بصلصة طماطم مش عارفة ازاي شكله كده. فانتوا ما تعملوش بالشكل ده. لو عجبكم الايس كريم من غير الصلصة اللي انا حطيتها عليه، حطولي لايك وشير واشوفكم دايما بألف خير.